فرعون مصر. حاكم مصر في عهد نبي الله موسى عليه السلام قال: أنا ربكم الأعلى، فشق الله سبحانه وتعالى البحر لموسى عليه السلام وأغرق فرعون وجنده، وأبقى الله جسد فرعون ليكون عبرة لمن بعده. يوري غاغارين رائد الفضاء السوفيتي، أول إنسان يتمكن من الطيران إلى الفضاء الخارجي والدوران حول الأرض، وذلك في 12 من أبريل من عام 1961 على متن المركبة الفضائية السوفيتية فوستوك 1. أوردت أجهزة الإعلام الدولية أن يوري علق من الفضاء قائلا: لا أرى أي وجود لله هنا، غير أنه لا يوجد ما يدل على صحة هذا الكلام، لأن التسجيلات لا تحتوي على هذا التعليق، خاصة أن التسجيل الحقيقي يحتوي جملة قيلت وحاول من سمعوها محوها، وهي: لا أدري، مستحيل، لا يمكن. لا يمكن لهذه الروعة أن تكون أتت عشوائية، لا بد أن يكون هناك خالق لكل هذا الكون. ولأن غاغارين كان سوفيتيا ملحدا، قال بعد نزوله من دورانه حول الأرض: لم أرى الإله الذي يقول بوجوده المؤمنون. في 27 من مارس عام 1968 وأثناء قيامه بطلعة تدريبية روتينية بالقرب من كيرزاتش، سقطت طائرته النفاثة ذات المقعدين مع زميل له هو الطيار المجرب سيريوجين نتيجة لخلل لم يعرف سببه، وتحطمت واحترق بالكامل، ولم يتمكن الباحثون عنه من التعرف على بقاياه إلا من شامة وخصلة شعر ومحفظته وقشة من فروة رأسه. تانكريدو نيفيس رئيس البرازيل خلال حملته الانتخابية قال: إذا حصلت على 500,000 صوت حتى الله لن يستطيع إزاحتي، وقد حصل على الأصوات ولكنه مرض قبل تنصيبه ومات بعدها. كازوزا مطرب وشاعر وشاذ جنسيا، خلال حفلة في ريو دي جانيرو كان يدخن سيجارة ثم أخرج الدخان في الهواء وقال: إلهي هذه لك. مات في 32 من عمره بمرض الإيدز وبحالة بشعة جدا. الرجل الذي قام بصنع سفينة تايتانيك توماس أندروز، عندما سأله صحفي عن قوة وأمان السفينة، قال وبلهجة قوية: حتى الله لن يستطيع إغراقها. أعتقد تعرفون ماذا حدث لها، فقصتها معروفة. وقع حادث غرق سفينة التايتانيك في مساء يوم الأربعاء الموافق ل14 من أبريل لعام 1912 حتى صباح يوم الخميس التالي له، والتي كانت متجهة من مدينة ساوثهامبتون في إنجلترا إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عبر مياه المحيط الأطلسي، حاملة ما يقارب 2224 راكب. وفي الساعة منتصف الليل إلا 20 دقيقة حسب التقارير التي وجدت في السفينة، اصطدمت السفينة بجبل جليدي، مما تسبب في غرقها بعد 42 دقيقة من اصطدامها، وكان ذلك من أفظع الحوادث البحرية التي حدثت آنذاك، حيث توفي ما يزيد عن 1500 من ركاب السفينة غرقا في مياه المحيط أو تجمدا بسبب برد المياه الشديدة البرودة. مارلين مونرو عندما زارها أحد الواعظين في حفلة لها تجريبية قال: إن إلهي قد أرسلني إليك. ردت وقالت: لا أحتاج إلى الله هذا. بعد أسبوع ماتت في شقتها. بون سكوت مطرب، في أحد الأغاني خلال عام 1979 كان يغني ويقول: لا توقفني يا الله، أنا ذاهب إلى الأسفل، ذاهب إلى الجحيم في الطريق السريع. في 19 من فيفري سنة 1980 وجد بون ميتا اختنق من تقيؤه. منطقة كامينا في البرازيل في عام 2005 مجموعة سكارى ذهبوا ليلقوا إحدى صديقاتهم. أمها كانت قلقة من هؤلاء السكارى وقالت لها وهي ممسكة بيدها: اذهبي وإلهي سيكون معك ليحميك. ردت البنت: فقط إذا أراد أن يسافر معنا في صندوق السيارة، لأن هنا بالداخل ممتلئ. بعد عدة ساعات وصل خبر بأنهم تعرضوا إلى حادث مريع جدا، لدرجة أن الشرطة لم تتعرف على نوع السيارة، وكل من كانوا بها قد ماتوا. المذهل أن صندوق السيارة لم يتأذى، حتى أن الشرطة تأكدت أنه مستحيل أن صندوق السيارة لم يتأذى. وما زاد من ذهولهم أكثر أن بالصندوق كانت توجد كرتونة مليئة بالبيض ولم يتكسر.
سبحان الله، إن الله يمهل ولا يهمل. كريستين هويت، صحفية ومضيفة جامايكية، قالت إن القرآن والذي يحتوي على كلام الله هو أسوأ كتاب. في شهر جوان من عام 2006 وجدت محترقة في سيارتها. سبحانه الله، إن الله يمهل ولا يهمل. اللهم لا تغضب علينا ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. قصة كسرى وقيصر المشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم جديرة بالتأمل، فقد كتب إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع كلاهما عن الإسلام، لكن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله فثبت الله ملكه. وكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله الله بعد قليل، ومزق ملكه كل ممزق، ولم يبق للآكاسرة ملك. قوم ثمود هم قوم أرسل الله إليهم صالحا نبيا ورسولا منهم يدعوهم لعبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان، فاستجابوا لدعوة نبي الله صالح، ثم ارتد أكثرهم عن دينهم وعقروا الناقة التي أرسلها الله لهم آية، وتحدوا صالح أن يأتيهم بالعذاب، ودبروا مكيدة لقتل صالح وأهله، فأخبره الله تعالى بأن ينذر قومه بأن العذاب سيأتيهم بعد 3 أيام، وطلب منه أن يخرج بجماعة من المؤمنين وينجو بهم. وفي اليوم الثالث جاء أمر الله، فخرجت الصيحة التي انشقت من السماء، فلم يبقى من ثمود أي كائن. وهكذا أصبحت ثمود من الأقوام الغابرة التي تصلح أن نأخذ منها العبر والدروس والحكم. قوم عاد، أرسل الله تعالى سيدنا هودا عليه السلام إلى قوم عاد ليدعوهم إلى عبادة الله وحده وتوحيده والإعراض عن عبادة الأصنام، إلا أنه عانى منهم نظرا لما لاقيه من إعراض واستكبار، إلى أن حل عليهم عذاب الله وسخطه بأن أرسل عليهم ريحا عقيما أهلكتهم. وفي الأخير لا تنسوا مشاركتنا آراءكم في هذا الموضوع، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك.